ناقصي؟ قلة أدب، عمالة تقصعي زي البنات المايع. سامي لم لسانك أحسن لك. يا شيخة روحي، وأنت الشفيع عايزني ليه؟ أنا عايزك؟ مش ممكن أبدا. أمال جلال قال لي إنك عايزني ليه؟ جلال؟ افتكرت. عن إذنك. اتفضل. تعالى معايا. تعالى. فين؟ تعالى يا أخي. تعالى. مدموزيل، تسمحي؟ في إيه؟ اتفضلي. اتفضل ارقص معاها. انا طيب ايه اسمعي بقى، اخوك ده دوخني السبع دخات. انا عاوز اخطبك رسمي ونبقى زي احلام وجلال. انا هدخل الجامعه واكمل تعليم. ايه عاوزه تبقى دكتوره؟ ودكتوره مشهوره كمان. انا شايفه اليافطه دلوقتي على العياده، الدكتوره نبيله حسين. ساعتها ان شاء الله هتكوني الدكتوره نبيله حسين ولابسه نضاره تخن كده اهو. يا سلام، مش معقول. ازيك يا جلال؟ مش بيشوفك ليه؟ رفيق، انا مش عايزاك تقف في طريق مستقبلي. طب اسمعي بس، اديني فرصه اقنعك، يمكن نقدر نوفق بين الفكرتين. مفيش حاجه تقنعني ان اسيب الدراسه. وانا مفيش حاجه في الدنيا هتقنعني ان اسيبك. الله الله الله، ايه ده بص كده بص كده. ايه؟ غمضي غمضي. ها؟ خد يا احلام. مشي. كفايه بقى يا احلام، الحكايه ما تستحقش العياط ده كله. ازاي يسيبني ويكلم واحده تانية؟ وفيها ايه بس؟ كان لازم تستنيه لما يرجع وهو يشرح لك الحكايه بنفسه. غيرنا اوام، خليتي ايه اللي بتوع زمان. انت غلطانه. يا سلام يا اختي، عايزين اشوف جلال معناه واقف يكلم مع واحده تانية ويضحك معاها واتبسط بالفرح كمان. قطيعه بتاع الرجاله كلهم خاينين. خد يا روحي، اللي حصل النهارده انا متاكده متفق مع عمه وخالته عليه. عيب يا ماما ما تقوليش كده. اخلاص يا بنت، وانت ايه فهمك؟ انت لسه صغيره، اساليني انا. صغيره. دول جايين النهارده وناويين على الشر. شتم ابوكي، طولوا لسانهم عليا وقال ايه زعلانين. دول نازلين من هنا ومتفقين انهم يجوزوا جلال لبنت خالته. لازم هي بقى اللي كانت في الحفله وقفت تكلمها يا ماما. بس يا روح، بس ما تعطيش، مفيش راجل يستاهل العياط ومقفل رقابيهم في قلب بعض الرجاله كلها. ماما عايزه ايه؟ كانت ام محمود بتقول ان احنا مش هنعمل فرح عشان ما عندناش فلوس. هي قالت كده؟ ده كداب يا ماما، ام محمود ما قالتش كده. امال قالت ايه؟ قالت على قبل احلام هي وحشه. لا بنتها هي اللي حلوه. ايه معصيف الرقبه اللي وداكوا عندها؟ امشي انت تجري انت واخوك على جوه. امشي امشي يا ام محمود. ام محمود يا ام محمود. خير يا ست زينب، في حاجه يا اختي؟ ايه الكلام الفارغ اللي قلتيه على بنتي احمد ده؟ انا يا اختي يتقطع لساني لو كنت قلت عليها حاجه. يا مسيد يا مسيد. في ايه يا حبيبتي؟ ايه الكلام الفارغ اللي قلتيه على البنت ده؟ انا يتقطع لساني اذا كنت جبت سيرتكم بحاجه وحشه. انت عارفه يا حبيبتي انا ما اجيب سيره حد الا بالطيب. ما دام كل واحده فيكم بتنكر، انا هعرف ازاي اقطع لسان كل واحده تجرح بنتي ولا اجيب سيرتها بكلمه. ما كفاياك سجاير بقى. وبعدين يا حسين؟ والله ما انا عارف اعمل ايه يا زينب. يعني هنسكت على الكلام اللي قالوه ولاد الحرام على البنت؟ دلوقتي بيقولوا يا ترى خطوبتها اتفسخت ليه؟ انا ما يهمنيش كلام الناس، بنتي اشرف بنت في الدنيا، مش ظلموها يعني؟ انما ربنا يستحيل يتخلى عنها. نبي يا حسين تيجي على نفسك وتروح لمصطفى علوان وتنهي معاه المسألة دي. يا ستي والله انا مستعد اروح لغايه عنده وابوس على راسه. ربنا يخليك ليهم وما يحرمهمش منك ابدا. لكن بعد ما تصطلح انا ما معيش ولا مليم استلم بيهم العفش اللي ما كاش. طب والعمل يا حسين؟ العمل عمل ربنا. بكره اروح وزاره الخزانه استعجل صرف القرشين. نبيلة استني بس اما اقول لك. تعرفي ما كنتيش هتوقفي، انا هرمي نفسي في الميه. اهو.
صباح الخير. انت عايز ايه بعد اللي عمله جلال صاحبك في احلام؟ ايه؟ وانت نسيتي؟ ها؟ نسيتي؟ انت تستاهل اللي جرالك واكتر، الرجاله كلهم خاينين. ها؟ الله 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 الله، ليه بس كده؟ طب تسمحي تفهميني انا ذنبي ايه بس؟ انت مش راجل؟ لا، ما هقول لك ايه بس، طبعا راجل. خلاص مع السلامه. يا ست احنا مالنا ومال احلام؟ مالنا ازاي بس؟ لو جلال ساب احلام مش هتقدر تشوفني تاني. صحيح. الله، طب واحنا ساكتين ليه؟ مش نشوف حل؟ لازم نصلح الجو. على كل حال انا مصممه ادخل الجامعه. طيب اذا جلال يعني مشكلته اتحلت، تخش الجامعه ولا تقعدي في البيت احسن؟ ايه؟ اقعد في البيت. اوصلك احسن. اتفضلي. استاذ حسين مالك بتفكر فيها؟ في جواز البنت اللي ما كان ليش على بال. يا سيدي ربنا يفرجها. طيب وعهد الله انا رحت لك بنفسي وزارة الخزانة عشان استعجل لك استبدال المعاش. المهم هينصرف امتى؟ هانت كلها 10 ايام وتقبض الاستبدال. خد ادي 500 جنيه عدهم. يا سيدي الدار امان. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 300 400 500 وادي 500 جنيه يبقوا 1000. مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه ابدا. عن اذنك بقى ابقى عدهم على مهلك.